اللي مش هيعجبه الكلام اللي انا هقوله في الحلقه دي على اي لاعب في منتخب مصر ايا كان اسمه، ايا كان لقبه، فخر العرب، فخر افريقيا، فخر الدين بن يوسف، اللي مش عاجبه يحترم على الاقل وجهه نظري. مش هقول لك اللي مش عاجبه يمشي، اللي مش عاجبه يحترم وجهه نظري، اتناقش معايا باحترام عشان احنا اللي فينا مكفينا. منتخب مصر بيتعادل مع غانا 2-2 وليس امامه في مباراة كاب فيردي سوى الفوز، وكاب فيردي منتخب لا يستهان به. ليس امامنا شيء امام كاب فيردي سوى الفوز. انت عندك 2 بونت، غانا عندها 1 بونت. غانا هتلاعب موزمبيق مش هتكسبها، لا ده هتقرقشها، هيبقى عندها 4 بونت. فانت لو اتعادلت حتى مع كاب فيردي انت بره البطولة. الفوز على كاب فيردي اصبح ليس رفاهية. حلو كده، حلو كده. كل اللي اتفرج على اول 45 دقيقة من مباراة مصر وغانا وهو قاعد مش متضايق من الاداء قد ما هو حزين على منتخب مصر. يعني ما احناش عندنا نوع من انواع سدة النفس وايه الماتش المعفن ده قد ما احنا هو ده منتخبنا بجد. طب هو ده صلاح يا جماعه؟ طب يا جماعه هو ده النني؟ هو ده النني اللي انا بقوله ده، هو ده النني العادي يعني، بس هو ده صلاح يا جماعه؟ طب فين يا صلاح؟ ده محمد قدوس لاعب وست هام اللي راجع النهارده من الاصابه، اللي كان فيه احتمالات وكلام على عدم وجوده في القايمه عموما، وقالوا ده لو لحق هيدخل في قايمه البدلاء. عمل فيك السليمه واما لاعب لك محمد قدوس اساسي عشان يبقى قدوس هو رجل المباراه، عشان قدوس نجم منتخب بلاده يشيل منتخبه ويجيب له هدفين في منتخب مصر بمجهود فردي بحت، بمجهودات فردية بحتة عشان يتعادل معاك ويبقى متقدم معاك. ده انت اللي تعادلت معاه. قول لي انت النهاردة لعبت بإمام زي ما طلبنا منك، تمام، ما سبب وجود النني في تشكيلة؟ ما سبب تواجد النني في تشكيلة منتخب مصر؟ محترم عارفين وعلى راسنا، ملتزم عارفين وعلى راسنا ونتمنى نبقى زيه. يا جماعة افهموا، احنا بنلعب كورة محتاجة، والمركز بتاع النني ده خصوصا لما انت كنت بتلعب النهاردة 4-1 في بعض الاوقات، والنني كان هو الواحد اللي قدام السنتر باكات اللي كان موجود بصفة مستمرة على الدايرة. الواحد ده انا اسمع انه يبقى مكاليلي، مايكل اسيان، مين يعني يبقى مين مثلا؟ يبقى مين تاني؟ يبقى مين يبقى في مثلا عندنا في الزمالك طارق حامد، في الاهلي اوقات حسام عاشور. الواحد ده اللي هو ايه؟ السرعه، القوه، الافتكاك والتسليم. هل النني يمتلك السرعه والقوه؟ لا. اي حد بيعدي منه بيرقص، حصل. اي حد بيحاول يرقصه بيعدي، تمام جدا. النهارده كنت تحس في الشوط الاولاني وقبل خروج النني ان غانا بتلعب ب8 في نص الملعب وانا بلعب ب2، حصل. وبعد خروج النني ايه اللي حصل؟ ده انت بعد خروج النني نص ملعبك نقص عدديا لكن زاد النشاط والحيويه. بان امام عاشور، بان حمدي فتحي، نزل تريزيجيه فوق لك الدنيا، بدات تلعب كوره. طيب اتصاب صلاح وخرج، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلام. اتصاب صلاح وخرج، ايه التفكير الاول بعد خروج صلاح؟ زيزو، صح؟ ولا انت حاطط زيزو انه جاي يلعب في المنتخب هاف رايت تحت صلاح؟ طب ده انت ريحت زيزو. ما انا دي اسئله عمال اسالها لنفسي عشان هقول لك في الاخر جملتين. ده انت ريحت زيزو وبدات بامام زي ما طلبنا منك. اين مروان عطيه؟ ما انت خلاص بقى مروان عطيه، حمدي فتحي، امام نص الملعب، مروان، حمدي، امام. تخيل معايا كده لو كان بدأ بمروان عطيه، زيزو، امام. انا لا اشك ان احنا كنا هنكسب النهارده، لا اشك ان احنا كنا هنكسب النهارده. خروج صلاح ادى حريه واللاعيبه تحس ان هم اتحرروا.
اللعيبه تحس ان هما كل لعيب خلاص خد نفسه، الكره بقت تجيله. لكن اي لعيب في منتخب مصر بعد ما يعدي نص الملعب بيرفع عينه ويدور على مو صلاح. ايه ده انت فين يا مو؟ طب مو يا ابني معاه واحد، طب مو معاه. خلي بالك اداء محمد صلاح المتراجع هذه النسخه على وجه التحديد مع منتخب مصر مش متوقف على صلاح لوحده. يعني لا تلومن في صلاح لوحده، لا، لوم في كل لعيب مخه تخين بيلاقي صلاح معاه لعيب واثنين وبرضه بيديله، على الرغم ان لو رفع عينه الناحيه الثانيه هيلاقي مرموش فاضي. انت فاهم حاجه؟ انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ طيب